مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. بدء العام الدراسي الاكاديمي بمدرسه ورساي كالو. الحفائر والمراعي بمديريه هيكوتا تسهم في تنميه المواشي. مشروع مياه الشرب النقيه بضاحيه ملزاناي يسير بشكل جيد. مقتل زعيم الدوله الاسلاميه في افغانستان. ميركل ترفض اقتراحا اوروبيا لخفض الانبعاثات. زلزال قوي يهز شمال غرب ايران. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. بدأت مدرسة ورساي كالو في ساوا اليوم 27 من أغسطس الجاري رسميا العام الدراسي الأكاديمي للعام 2018-2019 للطلاب القادمين من 104 مدرسة ثانوية بمختلف مناطق البلاد لأداء واجبهم الوطني ضمن الدفعة 32 وإكمال الصف 12 بساوا. وألقى مدير مدرسة ورساي كالو في مراسم بدء العام الدراسي الجديد الأستاذ غليد قرماي كلمة أوضح فيها بأن المدرسة استقبلت خلال السنوات 17 الماضية أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بهدف الارتقاء بالطلاب إلى أعلى المستويات في مراحل التعليم الأكاديمي وبكفاءة عالية، داعيا الطلاب للاجتهاد من أجل تحقيق نتائج جيدة. وأشار إلى أن التنسيق والتكامل الجيد بين مدرسة ورساي كالو ومركز ساوا لتدريب الخدمة الوطنية ظل يلعب دورا كبيرا في إنجاز البرامج بفعالية، موضحا بأن الأنشطة المصاحبة كالنشاط الرياضي والثقافي ومنافسات المعلومات العامة وفن الخطاب وبرنامج تقوية مستويات الطلاب والسيمينارات والندوات الخاصة بتعزيز وعي الطلاب وغيرها من البرامج الترفيهية تعتبر جزءا من أنشطة المدرسة. من جانبهم دعا الطلاب إلى التعرف على العوامل والمشاكل التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية وحلها بشكل سريع، مؤكدين جاهزيتهم للعمل الدؤوب من أجل التفوق والنجاح بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم. من جانبه قال قائد مركز ساوا لتدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي اكتمال كافة الخدمات والمتطلبات الرئيسية في ساوا، موضحا بأن الشعب والدولة تتوقع من طلاب الخدمة الوطنية العمل الدؤوب وتوحيد رؤية البلاد. أوضح الرعاة والخبراء الزراعيون بأن الحفائر المشيدة في مديرية هيكوتا خزنت ما يكفي من المياه، كما أن المراعي والمحميات المنتشرة في المديرية وفرت العلف الكافي للثروة الحيوانية، مما ساهم ذلك بدور كبير في تنمية المواشي. وذكر مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية المهندس داويد برهاني بأن المديرية يوجد بها 3 حفائر و1300 هكتار من المحميات الطبيعية والدائمة و100 هكتار من المراعي والمحميات المؤقتة وحوالي 60 ألفا من المراعي المفتوحة. كما أفاد بأن تخزين الحفائر لمياه كافية وتوفير المراعي للعلف الكافي ساعد في تهيئة أرضية صلبة لتربية مواشي المديرية وكذا المواشي القادمة إلى المديرية من مناطق أخرى. وأشار المهندس داويد بأن المديرية تستقطب بكثرة المواشي القادمة من كافة مناطق إقليم القاش بركة، مما دفعهم ذلك إلى إعداد دراسة لتشييد حفيرين آخرين. كما نشد أصحاب المواشي والرعاة لإدارة الحفائر ورعايتها جيدا. بدورهم أوضح الرعاة بتوقف عملية الترحال بعيدا للبحث عن المياه والعلف مع امتلاء الحفائر وتوفر العلف الكافي في المراعي والمحميات. أوضحت الجهات المعنية بأن أعمال بناء مشروع مياه الشرب النقية المشيد بحوالي 5 ملايين نقفة في ضاحية ملزاناي بمديرية لقوا عنسبة تسير بشكل جيد، وقد اكتملت 90% من أعمال المشروع. ويشتمل المشروع على تشييد 4 نقاط لتوزيع المياه تعمل بالطاقة الشمسية ومدء أنابيب مياه بطول 3.5 كيلومتر وبناء خزان يسع ل 250 برميلا. وأوضح رئيس لجنة تنمية القرى الأستاذ ميكائيل كبدي أن أعمال المشروع جارية بالتنسيق بين المواطنين إضافة إلى المساعدات الحكومية، داعيا إلى استمرارية التنسيق والمشاركة الفاعلة حتى اكتمال المشروع والبدء في تقديم خدماته. من جانبه قال مسؤول وحدة متابعة الضواحي والمشاريع السيد إياس هايلي أن المبادرة التي قام بها سكان ضاحية ملزاناي تعكس فعالية البرامج التنموية المرتكزة على المجتمع، داعيا إلى وضع لوائح محلية صارمة مسبقا تتعلق بإدارة المياه والمشروع. وأشار السكان بدورهم بأنهم كانوا يتنقلون حوالي 3 ساعات لجلب المياه، مؤكدين جاهزيتهم للعمل الدؤوب من أجل اكتمال المشروع في الوقت المحدد له.
نظم عمال مصنع البيرة في الفترة من 24 وحتى 26 من أغسطس الجاري زيارة جماعية لتفقد البرامج التنموية والمناطق السياحية في إقليم شمال البحر الأحمر. وقد تفقد العمال سد قحتيلاي قيد الإنشاء ومحطة الطاقة الكهربائية في حرقيقو ومركز تدريب العمال التابع للكونفدرالية الوطنية للعمال المشيد في مدينة مصوعة، إضافة إلى شواطئ الجزيرة الخضراء ومنتجع قرقسم. وذكر المشاركون بأن البرنامج هو مواصلة للزيارات التفقدية إلى مختلف المناطق التنموية المنظمة سنويا، مشيرين إلى أن المشاريع التنموية التي تفقدوها إضافة إلى مرحلة السلام المبشرة التي نمر بها ستلعب دورا كبيرا في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين. في الختام دعا العمال المنضوين تحت جمعية مصنع البيرة المشاركين في تلك الزيارة التفقدية إلى تنظيم المؤسسات لمثل هذه الزيارات الجماعية لما تلعبه من دور كبير في تعزيز المعارف وترسيخ روح المبادرة. هذا وتضم جمعية عمال مصنع البيرة التي يبلغ عمرها نصف قرن في الوقت الحالي أكثر من 300 عامل. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فقم معنا. على الصعيد العالمي، قالت السلطات الأفغانية أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان أبو سعد أرحابي قتل في ضربة لمعاقل التنظيم في إقليم ننكرهار. وقالت الإدارة الوطنية للأمن في كابول في بيان لها أن 10 آخرين من أعضاء التنظيم المتشدد قتلوا أيضا في عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية. وأسفرت العملية أيضا عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة 2 من مخابئ الدولة الإسلامية. وقال الليفتنانت كولونيل مارتن أودينيل المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن الولايات المتحدة نفذت ضربة في أفغانستان استهدفت قياديا كبيرا في منظمة إرهابية معينة. هذا وقد استسلم أكثر من 150 مسلحا من الدولة الإسلامية لقوات الأمن الأفغانية هذا الشهر في إقليم جوزجان، حيث يقاتل التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب تؤدي إلى تركمانستان المجاورة. رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقتراحا طرحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بتحديد أهداف جديدة أكثر صرامة بشأن مستويات خفض انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة. وقالت المستشارة الألمانية أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التركيز على الوفاء بالأهداف التي حددتها هذه الدول بنفسها دون تدخل الكيان الأوروبي. وكان ميشيل إيرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للتغير المناخي قد قال الشهر الماضي أنه يفكر في زيادة ما بين 40 إلى 45% في حجم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة، والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها بحلول عام 2030 ردا على أدلة تشير إلى تسارع وتيرة التغير المناخي. ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة كرمانشاه، مما أدى إلى سقوط قتيلين و241 مصابا. وقالت الوكالة أن أغلب الضحايا كانوا من مدينة تازه أباد شمال شرقي كرمانشاه، مضيفة أنه تم أيضا تسجيل هزتين ارتداديتين فوق 3 درجات على مقياس ريختر. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي شمال غربي كرمانشاه. وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة مثل بغداد، وفقا لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي قال أيضا أنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى. شهدت العاصمة البريطانية لندن بطولة شطرنج فريدة من نوعها، وهي بطولة شطرنج تحت الماء. وخلال البطولة استخدم اللاعبون لوحة شطرنج وقطع شطرنج لا تختلف كثيرا عما يستخدمونه في الأجواء الطبيعية، كما لم تختلف قواعد اللعبة، لكن اللاعبين كان يتعين عليهم القيام بالحركات عبر القوس في المياه دون استخدام جهاز للتنفس. وبمجرد قوس اللاعب تحت الماء فإنه لا يستطيع الخروج من المياه لاستنشاق الهواء قبل أن يقوم بإحدى الحركات. وتجري البطولة خلال 4 جولات، وتستمر كل مباراة ما يتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة،
بينما يصل بعضها إلى ساعة كاملة. وفاز بالبطولة راتكو فوجاتوفيتش بعد يوم طويل قضى عدة ساعات منه تحت الماء لينهي البطولة بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه. مجددا إلى الهجوم، وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد أولونسو كرة اصطدمت بالمدافع يدلين وتحولت إلى داخل الشباك ليتقاسم تشيلسي الصدارة مع ليفربول وواترفورد برصيد 9 نقاط لكل فريق. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.